في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل السمنة البلدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس في اول الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا نشوف الطريقة مع بعض. في الوصفة دي هنستخدم اللبن السايب مش اللبن المعلب، عشان اللبن السايب بيبقى فيه كمية دسم اعلى من اللبن المعلب، فدي هتساعدنا ان احنا نطلع قشطة بكمية كويسة من اللبن. هنا معايا في الحلة 3 كيلو لبن غليتهم وبيتها في التلاجة لمدة ليلة علشان تطلع كل القشطة اللي فيها. كمية القشطة اللي في البولة دي انا مجمعها على فترات، يعني كل ما اغلي لبن اشيل القشطة بتاعته واحطها في علبة واحطها في الفريزر لحد ما جمعت الكمية دي عشان اعمل منها السمنة. وده اللبن اللي احنا شلنا من على وشه القشطة هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر او في التلاجة ونستخدمه في اي وصفة تانية عادي جدا. هنا جبت بولة كبيرة وحطيت فيها كمية القشطة واستخدمت المضرب الكهرباء في ضرب القشطة علشان يسهل عليا كتير قوي فصل الزبدة عن اللبن. بس اول ما نلاقي قوام القشطة بدأ يتقل معانا هنوقف المضرب ونشيله على جنب ونستخدم ايدينا في عملية الضرب علشان ممكن المضرب يتكسر مننا. وهنبدأ نضرب القشطة بايدينا، مع الوقت هنلاقي القشطة بدأت تفصل الزبدة عن اللبن. هنكمل برضو عادي ونفضل نضربها تاني، وهنضيف مكعبات تلج صغيرة في وسط الضرب علشان نجمع كل كمية الزبدة اللي موجودة معانا في اللبن. والتراك دي هتفيدكوا جدا بالذات لو الجو حر حواليكوا، فاحنا مش عايزين الزبدة تسيح، بالعكس احنا عايزين الزبدة تتجمد وتتجمع كلها تبقى عبارة عن كورة واحدة. زي ما انتوا شايفين كده احنا عملنا كورة زبدة، هنفضل نضغط عليها علشان ينزل منها كل المية واللبن اللي موجودين فيها. واللبن اللي نزل من الزبدة ده هنستخدمه في عمل قرص طرية بطريقة سهلة جدا، ان شاء الله هنزل لكم الوصفة قريب. كده يعتبر احنا عملنا 3 حاجات من اللبن. اول حاجة اللبن اللي في اكياس نقدر نستخدمه في اي وصفة او عصير او اي حاجة، والزبدة واللبن اللي احنا هنستخدمه في القرص الطرية. وفترة الشتاء هي انسب وقت ان احنا نعمل فيه الزبدة علشان اللبن بيبقى دسم وسهل فيه ان القشطة تتجمع. بعد كده اخر مرحلة هي مرحلة تسييح الزبدة. اول حاجة واهم حاجة ان النار تبقى هادية جدا علشان الزبدة ما تتحرقش مننا. تاني حاجة ان الحلة اللي احنا هنسيح فيها تبقى حلة كبيرة وواسعة، علشان مع الوقت هنلاقي ان الزبدة بدأت تفور فممكن تدلق معانا على البوتاجاز، فاحنا مش عايزين كده. احنا عايزين يبقى الحلة واسعة ونار هادية وتقليب مستمر، ده اهم 3 خطوات في تسييح الزبدة. المرحلة دي بتبقى عايزة شوية صبر، أهم حاجة تقليب مستمر على نار هادية. ومع التقليب المستمر هنبدأ نلاحظ ان الزبدة بدأت تسيح وبدأت تفصل السمنة عن المرتة. المرتة ده بيبقى اللبن اللي في الزبدة. وأول ما نلاقي لون المرتة بدأ يقلب على دهبي شوية، في الحالة دي هنطفي النار وهنشيل الحلة من على النار خالص ونسيبها لحد ما تبرد، علشان لو المرتة غمقت ساعتها هتغمق لون السمنة، واحنا عايزين السمنة بتاعتنا تبقى صافية ولونها فاتح. ونكون مجهزين برطمانات متعقمة علشان نحط فيها السمنة. اهم حاجة تكون متعقمة علشان تحافظ على السمنة ان هي تقعد معانا وقت اطول. كمية القشطة اللي عملتها طلعت لي برطمانين، كل برطمان نص كيلو، وطلعت لي مرتة. بس ناخد بالنا واحنا بنحط السمنة في البرطمان ان احنا ما ننزلش معاها مرتة، علشان السمنة اللي في البرطمان تفضل صافية، بالذات لو استخدمناها في حلويات او فكحك. وبكده يكون خلصنا. شايفين المرتة لونها ذهبي ازاي، والسمنة لونها اصفر وفاتح وشكلها حلو جدا. بجد لازم نستغل الشتا في ان احنا نعمل السمنة البلدي، بالذات ان بره بيبقى سعرها غالي وجودتها مش احسن حاجة، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا، فليه ما نعملهاش في البيت. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا ايه رأيكم في الطريقة دي، وبالهنا والشفا.